الفنانة ليلى يسري من مواليد 12 مايو 1934 والوفاة 26 سبتمبر 1992 عن عمر 58 سنة. كانت بدايتها راقصة، هي صبحة البدوية في فيلم الرجال فقط والشهد والدموع دور نجية. استمرت في مشوارها الفني لحد التسعينات ومثلت دور الخادمة والمرأة الحقودة. تميزت ليلى يسري بالأداء التلقائي. قدمت الفنانة ليلى يسري خلال مسيرتها الفنية 127 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. آخر أعمالها نساء صعاليك مع تحية كاريوكا، قامت بدور روحية ودور نجية في مسلسل الشهد والدموع، ودور شوق في مكان في القلب، وأوراق الورد دور كروانة، ودور أخت نور الشريف في سواق الأتوبيس، وسنة أولى حب، وامرأة زوجي، والحقيبة السوداء، وبنات بحري، وخالد بن الوليد، ووكر الملذات. تميزت ليلى يسري بالأداء التلقائي في الأدوار الخدامة والمرأة الحقودة والراقصة. حرصت على الظهور بأدوار مختلفة فبعدت عن التكرار والنمطية. تألقت الفنانة ليلى يسري على مسرح الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس، وشاركته في عدة عروض ناجحة منها حواء الساعة 12 وسيدة الجميلة، وكان لها نصيب من الدراما التلفزيونية أكبر بقليل، فقد قدمت أيام العذاب مع شكري سرحان، واللقاء الأخير مع مديحة كامل، والشهد والدموع مع نوال بالفتوح، وغوايش مع زوزو نبيل، وأيام العذاب، وفارس الأحلام، كما مثلت في امرأة زوجي، وأنا وزوجتي والسكرتيرة، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة مع نيلي وصلاح ذو الفقار، والفانوس السحري، وأسعد سعيد في العالم، والوصية، وناس ما بيناموش بدري، والخيط الرفيع، وحلاق السيدات، والسفيرة عزيزة، وأغلى من حياتي، وسلطنة الطرب، والزوج العازب، وخلي بالك من عقلك، والطوفان، وبابا آخر من يعلم، نحن لا نزرع الشوك، إمبراطورية مين، استقالة عالمة ذرة، شقة الأستاذ حسن، لقيت الأفاعي، الأصابع الذهبية، الشاطئ المهجور، فارس الأحلام، السفينة التائهة، بعد الغروب، وتدور الدوائر، عصفور في القفص، دمعة على خد القمر، أصابع الزمن، بعد العاصفة، وسهرات تلفزيونية، اللعب على المكشوف، ودلال، وسيدة الشاليه، وعفيفة، مسلسلات إذاعية، رعد السماء، ينابيع الحب، أشواق، عازف الجيتار، عبقري زمانه. كان آخر عملها نساء صعاليك مع الفنانة تحية كاريوكا سنة 1990، وسهير رمزي، وسماح أنور، وفيفي عبده، وكذلك مسلسل العودة مع علي الحجار وعايدة عبد العزيز، بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي صيف حار جدا مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وحسن حسني وعبد الله غيث. رحلت الفنانة ليلى يسري يوم 26 ديسمبر 2000 بعد صراع مع المرض بعد 9 أعوام من أعمالها الأخيرة.